السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وبسعادة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم سلو بالطريقة ديالي، الطريقة الفاسية على حقه وطريقه كيجي رائع وكيصبر مدة طويلة جدا ومذاقه ولا أروع. يصلح للمناسبات والعقيقة وهذا لحقاش مقوم مزيان ومذاقو زوين بزاف بزاف. نخليكم مع المقادير ومع الطريقة ديال التحضير، وما تنساونيش من لي لايك وما تنساوش تشتركوا الا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة. بالنسبة للمقادير فاحنا كنحتاجو كيلو ونص ديال اللوز. نص كيلو كنحمرو هكا في الفران القشرة ديالو، ونص كيلو كنسلقو. كديروه غير في الماء طايب وكتطلع عليه الغليه، ومن بعد كتصفيوه وكتفسخوه وكنقليوه في الزيت كما شفتوا معايا. كيلو ديال الدقيق محمر زولت منه رابعه، وغنضيفها ديال الدقيق الكامل محمر بالنخاله ديالو. وغادي نحتاجو كيلو ديال الزنجلان، 250 غرام ديال السكر سنيده ولا 250 غرام ديال السكر بحال هذا اللي درت السكر الاسمر صحي اكثر. غنحتاجو 3 المعالق ديال القرفه، معلقه ديال النافع البسالي، معلقه ديال النافع البلدي، ومعلقه ديال حبه حلاوه، واحد 3 ديال الحبات ديال المسكه الحره، وغادي تطحنوها مع واحد المعلقه ديال سكر سنيده. دابا غادي نبداو نغربلو الطحين، ثم بعد ذلك غادي ناخذ هاد الهاشواغ هادي وغادي نقسم الزنجلان على 3 ديال القسمات. القسمه الاولى غادي نهرمشها مزيان، القسمه الثانيه غادي غير شويه غنخليها صحيحه، غير غندوز فيها شويه الهاشواغ، يعني تحسبوا غير واحد جوج ثلاثه هي باش كيطلق البنه ديالو. ملي كتخليوه صحيح كاريمون بلا ما تديروا له هاد القضيه هادي ما كيعطيش الجهد ديالو بزاف، وفي نفس الوقت راه تيبقى صحيح. بالنسبه للقسمه الثالثه فهي غادي نطحنها على شكل براليني، دابا تشوفوها معايا. دابا غادي ناخذوا اللوز، هذاك اللوز اللي مقلي في الزيت، غادي ناخذ واحد تقريبا كلشي غنخليه واحد الزليفه، واحد الحفينه غادي نخليها للتزيين، والباقي غادي نهرمشو مزيان، ماشي لدرجه يولي بودر وانما يبقى هكاك طريفات صحاح. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي مهرمش، وهانتوما القياس اللي خليت صحيح. ودابا غادي ناخذ داك ربعه ديال الدقيق الكامل، غادي نطحنها باش ما كتجيش حرشه بزاف في المذاق ديالها، وغادي نضيفها على داك الدقيق. طبعا كما قلت لكم راه محمر. انا صراحه هاد العام هذا تهنيت من التحمار. الفران اللي حدانا طبعا كيحمر، عطيته كل شيء، حمروا ليا اللوز الزنجلان الدقيق، صراحه تهنيت. دابا غناخذ السكر، داك السكر الاسمر، وغادي نطحنو. من الاحسن ما تستعملوش سكر كلاصي، خذوا السكر سنيده وطحنوه راسكم، لحقاش السكر كلاصي كيكون فيه شويه ديال النشا. ودابا غادي نبدا نطحن اللوز ديالي. من الاحسن صراحه اللوز يكون شي شويه سخون باش كيطلق داك الزيت ديالو مزيان. هاد الماكينه الصراحه هذه هي الهنيه بصح ديال سلو، يعني الا بغيتو تهناو من سلو ما يبقاش كاع يجيكم صعيب، فعليكم بهاد الماكينه هذه. انا صدقت لي غزاله الصراحه، لا العطريه ولا هكا السلو بعدا كتفكني في سلو، ما بقيتش كاع الصراحه كنرفد ليه الدبيله. واكثريه هاد العام حتى الفران عاوننا حتى هو صراحه، هاد الفران اللي كيكونوا ديال الزنقه والله الا راه كينفعوا بزاف.
اذا من بعد ما طحنت اللوز غادي نطحن حتى الزنجلان بنفس الطريقه بخاليني. وهاد الطريقه ما كتخليناش نزيدو بزاف ديال الدهون للسلو ديالنا. ودابا غادي ندوزو نخلطو سلو ديالنا من بعد ما المقادير كلهم ولاو عندنا واجدين. انا كنشد واحد شويه ديال الزبده وكنسخنها على نار هاديه حتى كتولي زبده نوازط، يعني كتزول منها الماء ديالها، وكنوضعها جانبا على حسب واش غادي نحتاج ولا ما احتاجيتش. بالنسبه لهاد المقادير اللي درت معاكم، فانا احتاجيت تقريبا 200 غرام ديال الزبده اللي ذوبت على شكل نوازط. اذا دابا ما بقى لينا الا نخلطوا سلو ديالنا. طبعا نحطوا داك العطريه ديالنا او المنسمات. بالنسبه للقرفه استعملوا ديك القرفه اللي طويله وطحنوها زعما جديده احسن. بالنسبه للنوافح كنحمرهم واحد شويه، غير شويه يعني بحال كيسخنوا، وعاد ديك الساعات طحنوهم وغربلوا كلشي، لا النوافع ولا القرفه غربلوها عاد استعملوها. وصافي كنبدا هكا كنخلط. غنضيف دابا السكر ومن بعد نضيف اللوز المهرمش والزنجلان. راكم عارفين سلو كيبغي العريك بزاف باش كيخرج داك الزيت ديالو وباش كيمتزج ليا مزيان. وما تنساوش واحد المعلقه صغيره ديال الملح اللي تكونوا طاحنين. الا ما عندكمش الملحه ديك الرقيقه من الاحسن تطحنوا الملحه، يعني ما تستعملوش ملحه اللي هكاك حبيبات. من بعد ما ضفت المكونات ديالي كلهم، فانا عندكم جوج الحالات: اما انكم كديروها في العجانه تعجن، وهذه طبعا اسهل طريقه، او لا كما غتشوفوني دابا عاوتاني غادي نديرو تعجنوا بيديكم، دلكوا بيديكم. صافي كنبقى انا ندلك 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 ونزيد الزبده. انا بالنسبه ليا كنبغيه شويه ناشف، يعني ما تيعجبنيش مزيت بزاف ميدم بزاف، وكل واحد على حسب الذوق ديالو. وهذا هو القوام اللي كيعجبني انا من بعد ما دلكته مزيان. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي المذاق ديالو، عرفتي خطير. جربوا هاد المقادير بهاد الطريقه هذه. وداك شويه ديال الدقيق الكامل كيعطيه واحد شويه ديال الحروشيه، وفي نفس الوقت كيجي لذيذ بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا. هادو بعض الطرق للتقديم، طبعا كاين طرق كثيره. وبالنسبه لهاد السلو راه كيبقى معكم حتى عام، عام ونص، ما كيوقع له حتى شي حاجه. انا داكشي علاش ما كنستعملش كاوكاو، لحقاش كاوكاو ما كيخليش سلو يبقى في الطيبه ديالو الى طال. وكما كتشوفوا معايا القوام ديالو غزال ومذاقو ما نقولكمش عليه. نتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم. الى عجباتكم ما تنساونيش من لي لايك، وما تنساوش تشتركوا الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، وتشجعوني بلي كومونتير ديالكم. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم تبقاو بخير وعلى خير، ونتلاقاو في فيديو مقبل وفي وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.